السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. الستريبس من الحاجات اللذيذة اللي كلنا بنعشقها والولاد بيحبوها جدا. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة وفي منتهى الجمال، صدقوني أحلى من أي محل هتجربوه فيها. حرفيا بجد لذيذة قوي، واخده لون خطير. هقول لكم ازاي تفرزوها، ازاي كمان تطلعوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطريقه مضمونه عاملينها بايدنا في البيت نظيفه. يلا بقى نشوف عملنا الستريبس بتاعنا ازاي. معايا هنا كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح زي ما انتوا شايفينها كده، ومعايا هنا بيضه، معايا معلقه نشا، معايا نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من الزبادي، معايا معلقه من الثوم المفروم. البهارات بتاعتي هنا معايا هنا نص معلقة من بهارات الكاري، نص معلقة من اي بهارات فراخ عندكم، نص معلقة من مرقة الدجاج بتدي طعم لذيذ قوي ليها. معايا نص معلقة من الثوم البودرة، نص معلقة من البصل البودرة، نص معلقة بابريكا، ملح حسب الرغبة. معايا هنا ربع معلقة من الهيل اللي هو الحبهان. التتبيلة دي على قد ما هي بسيطة بس صدقوني بتعمل كفر كمان هايل للستريبس بتاعكو. انا هنا في بولة، هجيب بولة احط فيها الزبادي والبيضة بتاعتي، الدقيق والنشا والماء والتوابل بتاعتي بقى هنزل بيها كده كلها هايل قوي. وهنا بمضرب سلك عادي خالص هدي تقليبة كويسة. ولو حسيتوا هنا ان الخليط جامد كده معاكم ممكن تنزلوا بشوية لبن او شوية مية عادي زي ما انا عملت لحد ما توصلوا للقوام ده. القوام اخف من الكيكة كده بشوية. هبتدي انزل بقى بمعلقة التوم بتاعتي المفروم وهدي تقليبة كويسة، اتأكد ان التوم كمان اندمج مع الخليط بتاعي ده. الخليط ده هايل. هبتدي انزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي هنا واغلفها كويس بالتتبيلة بتاعتي دي. هايل قوي. انتوا ممكن تسيبوها من 3 ساعات لحد ليلة كاملة، كل ما قعدت في التتبيلة كل ما اديتكم نتيجة هايلة. انا هحطها في التلاجة 4 ساعات وارجع لكم تاني. هنا بعد التتبيلة ما قعدت معايا 4 ساعات، انا معايا هنا افضل نتيجة تطلعوها اقرب للمحلات واحلى من المحلات 100 مرة هي كورن فليكس المطحون. بيديكوا لون وقرمشة وطعم جميل قوي. انا ببتدي اغلف الكورن فليكس كويس بالفراخ بتاعتي، هي بيمسك على طول لاني الكفر اللي احنا مدينه بالتتبيله ده صدقوني شايفين قد ايه القطعه مثاليه ما شاء الله بجد، شكلها يفتح النفس. انا بخرج الفراخ من التتبيله كده مش بنفضها، بالعكس التتبيله اللي فيها دي هتساعد ان الكفر يلزق على الفراخ بسرعه. هبتدي اغلفها كويس بيها هايل قوي. اتاكد ان هي بتتغلف، اضغط بايدي كده كويس عشان اعمل كفر كويس ليها ما يفكش معايا بسهوله. هايل قوي. شايفين قد ايه شكلها يفتح النفس من غير ما تتقلي. انا بقى اخلص كل الكمية هايل قوي. انا بقى هنا عملت الكمية بتاعتي. انا هبتدي هنا شايفين انا هبتدي بقى احطها 10 دقايق في الفريزر بس تمسك كده شوية واقليها على طول. انتوا في المرحلة دي ممكن تفرزوها وتخرجوها على القلي على طول، بتبقى لذيذة جدا في زيت غزير على النار. اتأكد ان الزيت بتاعي سخن تماما وهنزل بقطع الفراخ بتاعتي، استنى 30 ثانية وانزل بالقطعة التانية. النار بتاعتي متوسطة، مش بعلي النار قوي عشان الفراخ ما تاخدش لون سريع وما تستويش معايا. انا بهدي النار مش بوطيها كمان قوي عشان ما تنزلش المية اللي فيها ويبقى ده كله مش شكل لطيف خالص والكفر يفك معايا. انا محافظة على النار بتاعتي متوسطة هايل قوي. بسيبها دقيقة على الناحية دي ودقيقة على الناحية التانية وبتبقى مستوية وفي منتهى الجمال. انا ببتدي اقلب، شايفين محافظة على الكفر بتاعها لسه ماسك، مقرمشة جدا واخدة لون هايل ومستوية 100%. هبدي بس تقليبة كويسة كده، اللون بتاعها ما شاء الله بجد خطير. هبتدي بقى اخرجها من الزيت، اصفيها كويس، ويفضل ان انتوا تحطوها على مصفى عشان تكمل تصفية الزيت بتاعها ده.
ما تحطوش على مناديل خالص، المناديل بتخليها تطرى معاكو، بس النتيجة دي صدقوني صعب ان هي تطرى معاكو خالص. شايفين بقى شكلها يفتح النفس. انا عملت نص الكمية، بجد طعمها في منتهى الجمال، احلى من احلى محل هتجربوا فيها. بجد حرفيا كانت مقرمشة جدا وطعمها في منتهى الجمال، بجد هتعجبكم قوي. طريقة سهلة جدا. وشايفين بقى القرمشة بتاعتها حقيقي مش طبيعية، واخدة لون خطير ومستوية سوا كامل. السوا بتاعها بجد حرفيا دايبه كده، مقرمشه جدا من بره وطريه جدا من جوه. شايفين السوا بتاعها كويس قوي. صدقوني بجد لو عملتوها مش هتبطلوا تعملوها في البيت. لذيذه قوي وهتعجبكم وهتعجب الولاد. ولو عجبكم الفيديو بقى وما تنسوش الاشتراك واللايك وفعلوا الجرس. مع السلامه.